ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عملنا مع بعض لازانيا. اقتصاديه شويه، ما فيهاش جبن، بس حلوه جدا وخفيفه كمان، تنفع قوي في الصيام، ما تقلش علينا بعد الفطار وكده. انا لقيت لازانيا نوع مكرونه اسمه لمتنا، بصراحه شدتني وقلت اجربها. ضربت طبعا بصلتين في الكبة وحطيت شوية سمنة وحبة زيت، وهنعصج اللحمة مع بعض. زي ما انتم شايفين كده، ده نص كيلو لحمة. هنعصجها مع بعض، وبعد ما نحط لها التوابل بتاعتها اللي هي عبارة عن فلفل اسمر وحبهان مطحون وثوم وبصل بودر وكمون وكزبرة وبابريكا وشوية كاري صغننين وعودين قرنفل. بيدي ريحة حلوة جدا يا جماعة. تبلتها كويس، وطبعا حطيت لها الملح. ضربت كام طماطمية كده في الخلاط، ورحت ضيفاهم ليها وهسيبها تتسبك شوية مع بعض. وهنعمل الصوص مع بعض. حضرت الحلة وفيها معلقتين سمنة، دي السمنة اللي احنا سيحناها امبارح مع بعض، وحطيت عليهم معلقتين زيت علشان نعمل صوص البشاميل. هنستخدم في الصوص مكيالين دقيق، المكيال المتوسط اللي هو نص كوباية تقريبا. يعني هنحط كوباية دقيق. لا مش واثقة قوي في ان ده المكيال اللي انا استخدمته، بس يعني ايه زي ما انتم شايفين قدامكم كده. انا خدت مكيالين من مكيال صغنن كده، مش الكبير. وهنضيف لهم لتر من اللبن، بس ان المرة دي بنستخدم لبن زيادة شوية علشان يعني ايه اللازانيا تبقى طعمة شوية. التوابل بتاعتها بقى عبارة عن بصل وتوم باودر ومرقة ماجي وفلفل اسمر وشوية ملح صغننين، بس مش بضيف تاني حاجة كده، حاجة تاني توابل للصوص بتاعي. وبعد ما كل حاجة جهزت معايا واللحمة كمان اتسبكت زي ما انتوا شايفين كده بصوص، لازم يبقى فيها صوص شوية كده. والصوص بتاعي انا مش متقلاه على الاخر، مخليه مظبوط. دي الصينية الوسط، القالب الوسطاني. تمام. هنضيف طبعا كلنا عارفين هنضيف من تحت مغرفتين من صوص البشاميل اللي احنا عملناه. وهنبدأ نرص بقى ايه اللازانيا بتاعتنا. انا لما باجي اكسرها مش بتتظبط معايا، بس تمام. المهم ان ما يبقاش في حتة ما فيهاش وخلاص. دي كده اخر طبقة، والدنيا تمام دخلت الفرن وما خدتش وقت برضو، هي بتاخد من 15 ل 20 دقيقة بس. وجهزناها، وبألف هنا وشفا. مع السلامة.